السلام عليكم. صدقوني كواحد بيفكر في مصلحته وبيبص بنظرة نفعية ومادية مصلحجية بحتة، فمتابعة الأخبار ومتابعة اللي بيحصل هناك عند إخواتنا دول ده برايسلس، يعني فعلا بجد ملوش سعر. الدروس اللي انت هتستفيدها والخبرات اللي هتتراكم عندك صدقني بجد والله مش هتعرف تاخدها لا من كورس، ولا هتعرف تاخدها من تجربة حياتية عادية، ولا هتعرف تاخدها من حتة تانية. لازم تعرض نفسك للي بيحصل هناك. انت بتاخدها بالمجان، بس في ناس بتدفع فيها اعمار، وفي ناس بتدفع فيها دم، وفي ناس بتدفع فيها حياتها وحياة اغلى الناس عندها. كان في واحد صاحبي كان عنده مقولة بيقول لك ايه: استثمر في الخبرات ولا تستثمر في الاشياء. ليه؟ لان الحاجات اللي انت هتشتريها دي ايا كان ليها زهوة، وشوية وهتروح، شوية وهتنساها، شوية وممكن اصلا تعتادها. لكن الخبرات بتفضل معاك طول العمر، بتفضل معاك لانها احيانا بتكون جزء من شخصيتك. فكنت صاحبي ده مثلا اجي اقول له مثلا: يا ابني في بانديميك، في وباء والناس بتموت وبلاوي سودا بتحصل. يقول لك دي وانس ان لايف تايم اكسبيرينس، دي حاجه ما بتحصلش لناس كتير، فركز فيها وركز في الخبرات اللي انت هتاخدها منها. اقول له: يا ابني في شقلبه وفي مشاكل وفي بلاوي وفي، يقول لك دي ما بتحصلش كتير. ركز في ان انت تفهم الدروس اللي جايه لك من وراء خبره زي كده. فركز انت كمان في اللي بيحصل ده، لان هو وانس ان لايف تايم اكسبيرينس. انت مش هتشوف الاباده والمجازر والبغض والحقد اللي في قلوب شعب تجاه شعب تاني، وتجاه فئه تانيه، وتجاه دين تاني. مش هتشوفها بهذا الوضوح وبهذا الجلاء. مش هتعرف تشوف قضيه تانيه ابيض واسود بهذه الدرجه. ممكن واحد يجي بقى يقول لي يعني ايه الاستفاده اللي انا ممكن استفيدها لما معلش اشوف ناس بتموت واشلاء بتتحرك وامهات بتبكي واحياء بتباد وعائلات بتختفي من على الوجود؟ ايه اللي انا هستفيده؟ ما يبقاش تفكيرك قاصر. اللي انت هتستفيده ممكن يكون غير اللي انا هستفيده، اللي انت هتستفيده ممكن يكون غير اللي واحد تاني هيستفيده، اللي انت هتستفيده ممكن يكون غير اللي عايشين في التجربة دي بيستفيدوه كل يوم. تلاقي ان في ناس عندها صور نمطيه، ان اي واحد بدقن ده، طبعا انا سايب الدقن كشوله دي قصه تانية، بس انا بتكلم ان في ناس كان عندها صوره نمطيه ان اي واحد بدقن ده هو ارهابي ابن 60 في 70، واكيد واكل ورث اخواته، نصب على 3 4 تانيين هربان بره البلد. بالنسبه للغرب بقى مثلا، فكان الشخص ده شخص ارهابي رسمي، خلاص ده خلصان، هو بس محتاج يتقبض عليه. يعني احنا مستنيين بس الوقت اللي نعرف نقبض عليه فيه. فتلاقي ان في بقى دروس تانية الناس استفادتها، اللي هو الصورة النمطية دي اتغيرت. ده راجل جد وبيهزر وبيلعب مع اولاده، ده راجل اب وحنين على اولاده، بس في نفس الوقت يطلع يقول لك ما يخلوش على ربنا. ايه ده واحدة البيت بيتهد عليها بس خارجة بحجاب. اللي هو يا جماعة الموضوع يعني مش ذات سيريس. اللي هو الحجاب يا جماعة مش هو الدين. او لو هي مثلا لا قدر الله طلعت من تحت الانقاض، فتقول له ما تصورنيش عشان خاطر انا عشان انا محجبة. يا نهار اسوح. المنظومه الفكريه الغربيه اللي كانت دايما بيتم تصديرها على انها فيري كول، وان هو ده السورس بتاع الاخلاق والجمدان والحلاوه اللي في المجتمع واللي في الكوكب الارض كله. لا، الصوره النمطيه دي حضرتك اختلفت، والناس ابتدت انها تشوف ان هم ناس بيكيلوا بمكيالين وناس بيلعبوا على مصالحهم فقط. اللي هو احنا كول وما عندناش مشكله ان يبقى في مسلمين ويبقى في ناس، واحنا بلد بتحتضن كل الافكار وكل المعتقدات. تلاقيهم بقى لا بيبان على حقيقته بقى، فاهم انت، وبيقوم يكشر وبيزعق اول ما الاسلام ده او المسلمين دول يوصلوا للقوه المغيره او محاوله التغيير بمظاهره بكلمه بيمين بشمال. اللي هو ايه يا جماعه؟ في ايه؟ مش عايز افور الحوار واقول لك ان الموضوع حلو، لا، بس هو الموضوع فعلا سبحان الله يا سنن لربنا. سنن لربنا. في دروس انت بتتعلمها بكورس ومحاضر يجي يقول لك، في دروس بتتعلمها من موقف واحد غيرك بيقع فيه، في دروس انت بتتعلمها بالدم. درس ان انت تدرك انت وولادك وولاد ولادك ان دول ناس عندهم حقد وغل وبيكرهوكوا، ودول لو طالوا يبيدوكوا من على الارض هيبيدوكوا. ان دول ناس مش شايفينكوا بني ادمين اصلا، هم شايفينكوا حيوانات. لا يا باشا، الناس دي عمرها ما بتحبك، ولا الناس دي عمرها هتحبك. الناس دي بيقطعوا عنك الاكل والشرب والهواء عن العيال الصغيره، ولو كانوا يقدروا عن الكبار كانوا هيقطعوه. ان انت تصلح ده بتمن غالي وبتمن تقيل، بس مش هيدرك التمن ده واحد قاعد مكبر دماغه، فاهم انت، وقاعد بيلعب بقى في المحيط، ويقول لك والله انا خايف لحسن نفسيتي تتاثر ولحسن اعتاد المشاهد يحصل لي سايكولوجيكال اكزوستشن. لا يعني انا هقول لك على حاجه، انت ممكن فعلا يحصل لك اجهاد ويحصل لك كرامب ويحصل لك مشاكل نفسيه، ممكن ده يحصل، بس في درس هتتعلمه من ورا الحوار. ممكن تعتاد المشاكل، ما تعتادها،
ما هو معلش مع احترامي يعني، انت مش هتسترجل ومش هتمان اب على راي الاجانب، ومش هتبقى زلمه على راي بتوع غزه ونبدا نعتمد مصطلحاتهم. مش هتبقى زلمه ومش هتبقى راجل وانت قاعد يا باشا بتتفرج على افلام هابطه وسيت كومز. مش ده اللي هيطلع راجل. اللي هيطلع راجل هو ان انت تتفرج على مشاهد صعبه علشان خاطر تفهم ان الناس دي بتكرهك، عشان خاطر تفهم ان الناس دي لو بايديها يقطعوا عنك الحياه، ولو بايديها يبيدوك اباده تامه هيبيدوك اباده تامه. وهم هيبيدوك اباده تامه لو ربنا اداهم القدره ولو اداهم شويه وقت. بس هي اللعبه لعبه ايه؟ ان هم بس بيرتبوا اولوياتهم، ان احنا دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا تاسك اللي هو هذه المنطقه، بعد كده شويه هنخش في المنطقه الثانيه والثالثه والرابعه، وكل الناس فاهمه الكلام ده. بس احنا في ناس بتدفس راسها في الرمل ومتخيلين ان احنا كده ايه، لا يا جماعه مستحيل، وانه قد ايه. لا يا باشا، لا يا باشا، ده هي مساله وقت، واحنا فاهمين الكلام ده واحنا مدركين الكلام ده كويس قوي. فده درس، دي كلها دروس والله، دروس ان الناس بره تغير زي ما احنا يتغير جوه عندنا المرتبه والرانكينج بتاع الفكر الغربي، وانه قد ايه كيوت وكول وبيحتوي البني ادم وبيحتوي كل الافكار والجنسيات والاعناق، وان هم برضو الناحيه الثانيه يغيروا فكرهم في الفكر الاسلامي اللي كان بيتم تصديره ليهم، علشان يتحول نص الشعب الى اسلاموفوبيك، او الشعب النص الثاني يتحول الى متوجس. مش هقول لك خايف 100% ولا بيكرهك، لا، بس متوجس، اللي هو ايه ده، واحد بدقن، استر يا رب، ايه هيعمل ايه في المترو، استر يا رب، واحده بحجاب، ايه، لا بنخرجوها من البرلمان. فكون تغيير وجهه النظر من كلا الطرفين دي بفلوس. لا، هي مش بفلوس الحقيقه، هي بدم، هي بدم وبطار. بس في ناحيه بقى انت هتبص لها هتلاقي نفسك ايه، محتار. طب دلوقتي في دم بينزل، في دماء بتحصل وفي كوارث بتحصل، فانت قدامك حل من اتنين. الحل الاولاني ان انت تبدا تغيب نفسك. طبعا في تصور بتاع ان انت تكون خنزير ومش فارق لك اي حاجه اصلا، ده تصور تاني بعيد عني وانا مش هتكلم معاك فيه، وانت مش بتشوفني ولا انا عايز اشوفك. لكن انا بتكلم على الاشخاص اللي هم الايه، الناس اللي هي في قلوبها شويه رحمه، الناس اللي هي لسه شغالين شويه، اللي هنا ما ماتش. الناس دي هتلاقي نفسك بيبقى قدامك ايه، انت مزنوق، انت دلوقتي عندك مشكله كبيره، في كارثه بتحصل. فالكارثه اللي بتحصل دي قدامك حل من اتنين، اما ان انت تعزل نفسك عنها، او تبدا تنفولو بقى بعض الصفحات، ولو حاحاجه وقعت قدامك تعمل لايك وتقول ان انت ايه، انا كده يعني عملت اللي عليا، بس انا اصلي بتعب ونفسيتي بتتعب من ورا المشاهد ويا جماعه صدقوني انتوا مش متخيلين، والله انا بقعد ادعي لهم وبتبرع لهم تمام، ده يعني كويس حلو، ما فيش مشكله. بس اللي انا بكلمك فيه بقى هو ان انت تكون الشخص التاني اللي هو ايه، اللي هو صاحبي. تركيزك ده بكون ان انت بتشغل امرك بهم المسلمين، وعشان بس اللعبه برضو بتاعت مسلمين، وعشان خاطر ما يجيش حد يتصور ان انا مثلا باصص للموضوع بشكل ديني، او ان انا بخلي الموضوع ديني. لا، هو الموضوع ديني، والدوله الدينيه الوحيده في كوكب الارض تقريبا هي الدوله اليهوديه، وهم بيقول لك دي دوله يهوديه يا جماعه، وانت معاك اللي انت يعني انت في ابوك في امك واحده يهوديه، تعالى يا باشا خد الجنسيه، انت اهلا وسهلا بيك. بيطلعوا يقولوا في المقولات وفي الخطابات بتاعتهم نبوءه مش عارف ايه، وكما قالت التوراه، وثلاث ارباعهم اصلا ما بيفتحوش التوراه، يعني عشان خاطر يطلع مكاسب ويستعطف بعض الاشخاص ويلعب على لعبه ان ايه، ان ده دين، فيشحذ الهمم ويخلي الناس تستحمل علشان خاطر ده الدين يا جماعه، واحنا يعني ده الدين، واحنا اصلا دي الارض اللي ربنا وعدنا بيها. مش قصتي، وانا مش بضحط افكاره ولا جاي ارد عليه ولا بتاعي ولا يشغلني. انا بكلمك انت اللي شاغل بالك الحوار، محتاج ان انت تركز وتبدا بقى ايه، تلقط افكار. انت مش هتلقط بنفسك، هو ربنا اللي هيدي لك الفهم، وهو اللي هيدي لك ان انت تركز في حاجات. ولما ربنا هيمن عليك وتلقط دروس وتلقط افكار، هتحاول تغير من حياتك، وهتحاول تغير من افكارك، وهتحاول تغير من اسلوبك ومن معيشتك ومن اولوياتك ومن مبادئك. فربنا لما هيشوفك بتبدا تغير من نفسك وبتبدا تسعى في هذا الاتجاه، ربنا هيمن عليك وهيغير منك وهيفيدك بالحوار ده، صدقني. مش بقول لك ان انت بقى يعني ايه، ان انت بتلعب لعبه ان انت داخل بموضوع مصلحه، بس بقول لك ناس حياتها هتتغير بعد اللي بيحصل ده. زي ما في ناس عملت فلوس، في ناس عملت دروس، وفي ناس هتخرج من الحوار زي اي تجربه بتعدي عليهم،
وبيخرجوا منها ولا كأن في حاجه حصلت. بس انت لما تقعد بقى وزي ما بيقولوا بتوع السايكولوجي ترفلكت وتبص ورا كده على اللي بيحصل وتحاول تطلع منه دروس وتكتبها وتفهمها لنفسك وتحاول تغير من نفسك، ربنا لما يشوف ده منك هيغير منك وهيفيدك وهيقلب لك حياتك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يلا، السلام عليكم.